طول عمري كنت باعمله بالطريقة العادية اللي إحنا عارفينها كلنا، كنا بنعمله بزبدة وسمنة ونسويه في الفرن، لغاية ما عرفت الطريقة دي سهلة جدًا، جدًا، مقادير بسيطة جدًا. ومن ناحية تانية بقى أنتم عارفين غلا السمنة والزبدة يا جماعة، هنوفّر سمنة وزبدة ما شاء الله حاجة كده زي العسل. المولتو أو الميني مولتو زي ما أنتم شايفين بالشوكليت حاجة جميلة أوي، أوي. بكوباية دقيق اللهم بارك عملنا الكمية دي، وما فيش في 5 دقايق كنتِ مخلصاه. يالّا كده فرّحي أولادِك واعملي لهم حاجة حلوة، أنتم عارفين الجو شتا والشتا بيطلب إيه؟ الحاجات المسكرة دي. يلا نقول بسم الله ونشوف تفاصيل الفيديو. أول حاجة كده بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معايا كوباية ونص من الدقيق أو الطحين بالمج العادي اللي موجود في كل بيت. خلاص. ومعايا علبتين من الزبادي البلدي، بس هي دي المقادير بتاعتنا، ورشة ملح ونص معلقة صغيرة بيكنج باودر. حطيت الأول رشة الملح ونص معلقة صغيرة بيكنج باودر وقلبتهم بإيدي كويس. بعد كده نزلت عليهم بعلبة زبادي. جيت اعجن حسيت ان هي هتحتاج مني زبادي تاني. خلاص. لو مش متوفر عندك غير علبه واحده ممكن علبه زبادي وتكملي العجن بتاعك بشويه ميه. خلاص. اهم شيء ما تحطيش لبن او حليب، لان اللبن بيغمقوا شويه في التحمير. خليها زبادي بس. خلاص. كده هلم بقى العجينه بتاعتي. اخدت مني بالظبط علبتين زبادي، يبقى كوبايه ونص دقيق او طحين، علبتين زبادي، رشة ملح، نص معلقة بيكنج باودر اللي هي خميرة الحلويات. بس لميت العجينة خلاص كده وتوهت الدقيق كله. تعالوا بقى كده نشوف ملمس العجينة بتاعنا طري جدا جدا. جبت بقى المفرش على الرخامة كده وحطيته ونزلت بالعجينة على المفرش. بصوا عايزة شوية عجن تاني، لسه كده العجين بتاعها ما اكتملش. تعالوا بقى نظبط العجينة بتاعتنا كده ونديها حبة عجن حلوين ومرشيها كده على الرخامة. خلاص. ما عندكيش مفرش زي ده ما تقفيش على حاجة، امسحي الرخامة مسحة نظيفة واعجني على الرخامة. بصوا يا جماعه كده فضلت خلاص عجن عجن بقى، اديتها عجن كده لغايه ما عملت العجينه بتاعتي عرق. خليتها كده ما شاء الله اللهم بارك زي الملبن في ايدي. العجينه بيبقى فيها تلزيقه بسيطه، ما تقلقيش خالص، هي عجينه المولتو بيبقى فيها تلزيقه. خلاص كده انا لميت العجينه بقى كده خلاص، وهحطها بقى كده الم العجينه. بصوا بقى ملمس العجينه في ايدي عامل ازاي. اللهم بارك كده حاجه زي العسل. بصوا عسل خالص خالص. لميت بقى العجينه كده وهغطيها بكيس نسيبها ترتاح شويه عقبال ما نقطع الشوكولاته بتاعتنا. انا عندي كده كان عندي في الفريزر قالب شوكولاته خام، جبت بقى هعمل بيه وخلاص. لو مش متوفر عندك دوت هتجيبي قالب شوكولاته اللي هو سما او اي نوع انت بتفضليه. مش عارفه القالب دلوقتي كان بكام، كنا بنجيبه ب10 جنيه الاول، تقريبا دلوقتي هتلاقيه ب20 جنيه او ب15 جنيه في الحدود دي. هتجيبيه من اي سوبر ماركت او من عند العطار. انا بقى لقيت دي عندي بقى في الفريزر، طلعتها كده وكسرت وعملت بيها وكانت ما شاء الله زي العسل. حلوه قوي قوي يعني بجد. قطعتها بقى قطع صغيره وحطيت رشة دقيق على الرخامة كده على المفرش، وبدأت أفرد العجينة. هفردها كده بإيدي الأول، لازم تحط رشة دقيق علشان ما تلزقش منك. جبت بقى الفرادة وهفرد بيها واحدة واحدة كده. هتفردي لو العجينة مرتاحة معاكي هتبصي تلاقيها اتفردت معاكي بكل سهولة. يعني بجد يا جماعة القطعة بره غالية جدا جدا. بصوا الكوباية دي عملنا كام قطعة ما شاء الله كده. ولو عندك صوص شوكولاتة هتحطي عليها، عندك صوص كراميل، انا كنت حاطه عليها صوص الكراميل اللي انا عاملاه معاكم قبل كده في فيديو الكيكه، وكان فايد عندي شويه. لما قلت لكم لو اللي يفيد مفيش اي مشكله، هتحطيه في التلاجة ووقت ما تطلعيه هتعملي بيه اي حلويات هتلاقيه ينفع معاكي. كده خلاص فردت العجينه بتاعتي وهوريكم السمك بتاعها ما شاء الله زي الفل قوي. بس كده خلاص اجيب بقى السكينه وتعالوا نقطعها نشوف هنقطعها ازاي. بس هبدأ بقى اقطعها 4 تربع، وكل ربع هقطعه نصين تاني. خلاص. بص اهو، هاجي بقى على كل ربع كده هروح مقطعاه تاني بالسكين. انا عايزاها مولت صغنن كده وصغنطوط وجميل. بس كده بصوا كل ربع قطعته 4 تاني. انا بقسم الربع نصين وبعد كده بروح مقطعاه تاني نصين تاني، يعني كل نص في الربع يعني بروح مقطعاه نصين زي ما انتوا شايفين معايا كده. هوزع بقى الشوكولاتة بتاعتي زي ما انتم شايفين. يعني الحته اللي بلاقيها كبيره بروح كسراها علشان ما تبقاش كبيره قوي على حته العجينه. اما بقى لو انت جايبه قالب شوكولاته اللي هو السما ده او اي نوع الشوكولاته العاديه، هتبقى معاكي سهله قوي في التقطيع. هتحطي مكعب مكعب كده على طول. جبت طبق بقى وحطيت فيه رشه دقيق علشان اللي هلفه واحطه فيه ما يلزقش في الطبق، عشان لما اجي اشيله واحطه في الطاسه واقليه ما يبقاش ملزوق معايا مني او يلزق ويشد مني في الطبق. بس خلاص كده بصوا بقفل من هنا ومن هنا، وايد بتشد من الناحية التانية وبلف المولد. سهل قوي قوي وما اخدش اي مقادير ولا اي وقت معايا خالص.
بس كده. يلا كده بقى قومي اعملي حاجة حلوة كده مسكرة كليها، انتوا عارفين الشتا بيحب الحاجة المسكرة بجد يعني. بس خلاص كده يا جماعة، الحتة اللي ما بلاقيها لا ماسكة من بروح مسلكاها بالسكينة. بصوا بقفل على الشوكولاتة من الجنبين وبروح برمة، وايد بتمسك بتشد معايا من الناحية التانية فبتديني طول لحتة المولتو. بصوا اهي، الايد التانية بقى هتشد كده لغاية ما الفها بس وخلاص. ولا اي حاجة خالص، ولا اي افتكاسات، ولا اي وقت، ولا عملنا زبدة ولا سمنة، ولا هدرنا في اي حاجة. مقادير بسيطة جدا جدا، ومقادير موجودة في كل مطبخ، مش مكلفة. خلاص بقى هكمل كل الكمية كلها بنفس الطريقة. بص بقى بعد ما خلصت الكمية كلها، معايا طاسة بقى فيها زيت على النار، الزيت يكون سخن خلاص والنار متوسطة. هبدأ بقى انزل بالمولتو كده في الزيت. اهم شيء ما تعليش النار بتاعتك، هدي النار علشان يستوي معاكي كويس وما يبقاش قلبه عجين. بس كده. اول ما بياخد لون بقلبه كده، وهرجع ارده تاني واقلبه علشان ياخد كله لون دهبي حلو موحد. خلاص. يلا بقى جربوه وقولوا لي ايه رأيكم، وان شاء الله ربنا يحسن ما بنات ايديكم وتعملوا احسن مني. يا رب يكون وصفاتي بتعجبكم، يكون بتخرجوا من فيديوهاتي مستفيدين ان شاء الله. بس ما شاء الله بصوا اخد لون زي الفل. بصوا اللي بلاقيها لسه فاتحة شوية بروح ردها وقلبها تاني، وهكذا لغاية ما تاخد معايا لون حلو. بس كده بدأت بقى اللي هلاقيها اخدت معايا لون، هجيب طبق بقى كده واطلع اللي اتحمرت معايا كويس. طبعا ماسكه التليفون بايد وبصور بايد، فسامحوني بقى على قد ما بقدر. خلاص كده، خلاص يا جماعه اخدت لون معايا حلو زي الفل اهو. ابدأ بقى اطلعها. بس بصوا الجمال بجد تحفه، لازم تجربوها. بصوا عامله ازاي. كان عندي بقى الصوص الكراميل زي ما قلت لكم، كنت عاملاه في فيديو الكيك، ففايض عندي شويه حطيتهم في كيس تلاجة كده، وقلت هرشرش كده ايه على وشه كده. عندك صوص شوكولاته حطي، صوص فراوله الموجود عندك حطي، ما عندكيش يبقى ما تقفيش على حاجه، وهتتاكل كده وهتبقى زي الفل. ايه رايكم في الجمال والقمر ده؟ تعالي نفتح واحده ونشوفها. الله على الجمال والحلاوه. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، شايفين قلبها مستويه وتحفه. تنسوش تحطوا لي لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب.